لاننا شفنا في هذه الفتره الاخيره او في الاونه الاخيره بزاف ديال اصحاب القنوات اللي ولاو تيقولوا عندنا شكايات، خاصنا نديروا شكايه، خاصكم تعاونونا باش على اننا نديروا محامي. ما عرفتش انايا علاش نتوما كتضربوا في اعراض الناس باش يديروا بكم شكايه في اخر المطاف، ونوليو خاصنا نشوفوا شكون اللي يعاوننا باش نديروا محامي. شكون داك عندهم في المره الاولى. هذه من جهه واحده اخرى فحشومه لاننا في دوله اسلاميه، ونبقاو نشوفوا بعض القنوات كيحشيو راسهم في اي حاجه. ما عندكش واحد المعلومه او درايه على واحد الانسان، ما خاصكش تدخل وتلوح عليه واحد الباطل بدون موجب حق باش على انك تدخل الاموال في اخر الشهر، لانك راك تاكل في البطون ديالكم الا النار. راه غدا ولا غدا غادي تسالي القضيه ديال بوكريشه، راه تشوفوا عاوتاني القضيه ديال بوكريشه واحد ثروه هي غاليه. هكاك دازت الامور في محبوبه ولا في مربوحه، كذلك جمال والحسنيه. دابا حنا كنشوفوا سي محمد بوكريشه، فانا الكلمه ديالي فهو الله اللي غنقدر نقول الله يجمع جملهم، ما قررناش على انهم يتصالحوا. حتى من البنيه الصغيره كذلك ديال لبنانو حتى هي ولات كتعرض للتنمر، حتى هي ولات كتعرض للضرب. واش بالله عليكم طيروا من طيور الجنه هي تعرض للضرب؟ واش ما تتشبه القضيه انها اثرات على الوليدات؟ الحشومه راه دابا يسرى دابا حاليا كتعيش واحد الحاله نفسيه اللي هي خطيره. بالله عليك دابا واش الانسان ما عندوش اختو واخواتاتو او ما عندوش بناتو، فاش غادي تجي انت دابا غادي تبقى تسمع قدام المحكمه كل واحد كيغوت كيقول لك لا لزنا المحارم، كتهضر بالجهد وكتقول لا لزنا المحارم، وكتسنطح لا لزنا المحارم. واش بالله عليك واش شفتيها؟ ما شفتيش. ولكن انت كتخلق واحد الجدل باش على انه قناه تجيب بعض المشاهدات، لا في الفيديوهات ولا في اللايفات ولا ما غير ذلك. فالكلمه الاخيره الله يهدي ما خلق. وهاد القنوات هادو فكما تنقولوا راه النهايه ديالهم قريبه، شحال ما ضربوا راه غادي تسالى ما كيصح الا الصحيح. في العمر نتاعها 70 سنه وكدايره لايف وكتسب حنا وراسنا وتنسجل. هل هذه المرأة مغربية هذه؟ هادشي هذا ما خصكمش تدوزوا ديالكم. انا شوف باش نوضح لك، حنا السبب في التواجد ديالنا تاجلات السبعه في لا هو المحكمه اللي عارفه علاش ماشي انا. لا عندهم محاميين واعرين، هنا زوين. كلنا فلان كلنا فلانة وكلنا الحق وكلنا كلمة الحق وكلنا الخبز وكلنا نزيد نقصنا من الأسعار ومن المواد الغذائية، وهذه هي الحقيقة. أما يبقى بنادم كيروج للمواضيع التافهة وبنادم كلهم كيضربوا في الأعراض وكلهم بالضرب في الأعراض كيوكلوا الأولاد. يجي شي واحد يقول لك لا انا لا غندافع على فلانه. هذوك اللي كيتسموا كيدافعوا على فلانه الا دخلتي للقنوات نتاعهم كتسمع شي كلام يرسل ما تقدرش تفرج انت وامك ولا انت واختك ولا انت وشي واحد، وكيتبرؤوا. اذاعات كامل لا اجلوها نهار شهر 10 كنتي دخل شي تقربنا من الاجواء كانت كيفاش كنت الاجواء كانت صعيبه بزاف في نص النهار وحنا على داك النهار وعلى هذا نص النهار ما تيكونوا لي غير 5% فتحوا طولوا هذا الشيء هذا وعيين. بزاف تنشكروا الاستاذ ديالي، تنشكروا النيابه العامه كامله، تنشكروا المحاميه خديجه الروقاني. وكلهم كيطالبوا والبوليس دوروا بينا. ما بغيتش نتفاك معاه، خرجت صفر حاشاكم غنقولها قداش. المهم بالنسبه للجلسه الخوت، الجلسه الاسبوع المقبل النطق بالحكم صافي يعني. وكاين بزاف يعني تاع المهم كان واحد الدفاع مزيان، وكانت واحد المرافعه مزيانه بالنسبه للطرفين. حنا حتى الطرف الاخر حنا ما كنضربوش فيه ولا الدفاع كيخدم الخدمه ديالو، من حقه حتى هو يبين الخدمه ديالو للموكل ديالو. كان واحد الدفاع من الطرفين مزيان الحمد لله. بوكريشه توجهوا له جميع الاسئله مع الرئيس وجهها له وجاوب على راسو، وكنعطيه واحد الوقت كافي. وفي الاخير سالا وقال ليه زيد قول الا باقي شي حاجه باغي تقولها قول من حقك تقول. زاد قال ثاني عبر داكشي، فهمهم بلي زعما ما كانش القصد ديالو يضرب في القضاء، ما كانتش النيه ديالو. صاي هادشي هذا اللي كان. كي داير الحاله النفسيه ديال بوكريشه الحاله النفسيه ديالو انا دائما كنت كنوقفش في
القناه ديالي كنقول باللي بوكريشه حالته زرق في وجهه ضعاف كلشي، ولكن اليوم ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، يعني جا وجه ديالو ابيض، جا نقي، جا في واحد النفسيه كيضحك وجلس قريب لينا، ودرجه يعني تعطات لنا فرصه كاع اللي هضرنا معاه في القاعه، يعني كان الصحه ديالو جيده وهضر على راسو حتى هو. تحيه للقضاء النزيه وتحيه للسلطات ديالنا، وعندنا ثقه كبيره في القضاء ديالنا النزيه، وكانت شي واحد الحبس، ولكن ما كنضحكوناش. تحياتي ليه من هذا المنبر هذا، ويعني كان كيعطي واحد الانرجي يعني العائله ديالو الاسره ديالو البنيات اللي كانوا سبوسين عليه وتيبكيو عليه. شكرا لهم بزاف زعما صراحه على الوقفه ديالهم. شكرا للمتتبعين والناس المساندين الرسميين زعما لهذه الاسره المغربيه.